كتير بنسأل نفسنا وإحنا بنكتب على الموبايل إزاي الكيبورد بيعرف الكلمة اللي هنكتبها. النهاردة هنبص بصة سريعة على السر ورا الموضوع ده اللي هو التنبؤ بالنصوص أو البريدكتيف تكست. خلينا نفهم مع بعض القصة دي شغالة إزاي. الموقف ده أكيد كلنا بنمر بيه. نكون بنكتب جملة ونلاقي الموبايل بيقترح علينا الكلمة اللي عليها الدور. طب هو إزاي بيعمل كده؟ يعني إزاي الكمبيوتر قادر يخمن إحنا بنفكر في إيه عشان يكمل الجملة؟ طيب، عشان نفهم الكمبيوتر بيفكر إزاي محتاجين الأول نرجع خطوة لورا ونبص على حاجة بنعرفها كويس قوي: مخنا إحنا. صدقوني، الفكرة أبسط بكتير مما أي حد ممكن يتخيل. تخيلوا معايا كده لو حد قال جملة أنا بحب وسكت، إيه أول كلمة هتيجي في بالنا عشان نكمل بيها الجملة دي؟ غالباً هنفكر في كلمات زي القهوة، الشوكولاتة، يمكن القراءة. بس صعب قوي، يعني شبه مستحيل، إن حد يكملها بالديناصورات. طب ليه؟ الموضوع ببساطة إن مخنا اتعلم من كل الكلام اللي سمعه وقراه في حياته إن في كلمات معينة بتيجي بعد كلمات تانية. دي مجرد أنماط اتعودنا عليها. أهو بالظبط ده اللي نماذج اللغة أو اللانجوج مودلز بتحاول تعمله. هي بتقلد الطريقة دي، مجرد تقليد. يعني هي مش بتفهم إحنا بنقول إيه، هي كل اللي بتعمله إنها بتشوف الأنماط اللي اتكررت قبل كده وتسأل سؤال واحد بس: إيه أكتر كلمة محتملة تيجي بعد الكلمتين دول؟ وبس كده. تمام. طب إزاي الكمبيوتر بيعمل ده بقى بشكل عملي؟ هنا بيجي دور حاجة اسمها الانجرامز. نقدر نعتبرها كده زي مكعبات الليجو اللي الكمبيوتر بيكسر بيها اللغة عشان يعرف يبني بيها توقعاته. فكرة الانجرام بسيطة جدا، هي مجرد سلسلة كلمات ورا بعض. حرف الN ده هو عدد الكلمات، فلو قلنا مثلا 2 جرام يبقى الكمبيوتر بيبص على كل كلمتين ورا بعض في النص. لو 3 جرام يبقى بيبص على كل 3 كلمات. هو بيمسك النص كله يقطعه للمجموعات دي وبعدين يبدأ يعد. خلينا نشوف مثال عشان الصورة توضح. جملة زي أنا بحب القهوة، الكمبيوتر بيعمل إيه؟ أول حاجة بيجيب اليونيجرامز، يعني كل كلمة لوحدها. أنا بحب القهوة. بعد كده البايجرامز اللي هي مجموعات من كلمتين: أنا بحب وبحب القهوة. وطبعا لو الجملة أطول هيمشي بنفس الطريقة ويجيب الترايجرامز اللي هي مجموعات من 3 كلمات، وهكذا. هو كده بيكون قاعدة بيانات بالأنماط. ممتاز. دلوقتي الكمبيوتر بقى عنده قوائم طويلة قوي من المجموعات دي، وعارف كل مجموعة اتكررت كم مرة. السؤال بقى: إزاي مجرد عملية عد بتتحول لقدرة على التنبؤ بالكلمة الجاية؟ الفكرة كلها في حجم البيانات. تخيلوا إن الكمبيوتر ده قرأ كمية نصوص مهولة، ويكيبيديا كلها، ملايين الكتب، كل ده. فبقى عنده سجلات لجمل زي أنا بحب القهوة، وأنا بحب الشاي، وأنا بحب القراءة، ملايين المرات. هي دي بالظبط الداتا اللي بيتعلم منها. وهنا بقى بتيجي لحظة الحس. لما إحنا نكتب أنا بحب، الكمبيوتر بيرجع للداتا بتاعته دي كلها وبيحسب. بيلاقي إن بعد أنا بحب كلمة القهوة ظهرت مثلاً 1,000,000 مرة، وكلمة الشاي ظهرت 500,000 مرة. أما كلمة الديناصور فدي ظهرت 0. فبشكل منطقي جداً بيروح مقترح الكلمة صاحبة الاحتمال الأعلى. ودي أهم نقطة لازم نطلع بيها من الشرح ده كله. الموديل ده مش فاهم أي حاجة. هو ما يعرفش يعني إيه قهوة، ولا طعمها إيه، ولا إن الشاي ده مشروب تاني. كل ده بالنسبة له مجرد رموز. هو عبارة عن آلة حاسبة عملاقة، شغلتها الوحيدة إنها تحسب الاحتمالات وبس. طيب، لو الموضوع بالبساطة دي، ليه ساعات التوقعات بتاعته بتكون غريبة أو مش دقيقة؟ الحقيقة إن الطريقة دي رغم بساطتها بتواجه مشاكل كبيرة، خصوصاً مع لغات معقدة زي اللغة العربية. اللغة العربية لغة ثرية جدا، وده بيعمل تحديات. عندنا مثلا تصريفات كتيرة قوي للكلمة الواحدة، ترتيب الكلمات في الجملة ممكن يتغير والمعنى يفضل هو هو. ده غير طبعا اللهجات المختلفة اللي بتخلي نفس الكلمة تتكتب أو تتقال بأكتر من شكل. كل ده بيلخبط نموذج بسيط بيعتمد على عد كلمات زي ما هي بالظبط. بصوا على المثال ده. أي حد بيتكلم عربي هيفهم إن ال3 جمل دول بيقولوا نفس الحاجة بالظبط. لكن بالنسبة للكمبيوتر اللي بيستخدم طريقة الانجرام، دول 3 أنماط مختلفة تماماً، كأنهم 3 جمل من 3 لوقات مختلفة. هو مش شايف المعنى المشترك بينهم. وهنا بقى كانت المشكلة الكبيرة اللي خلت الباحثين يفكروا في طرق أذكى وأعمق. ومن هنا بنبدأ نشوف إزاي الفكرة البسيطة دي اتطورت ووصلتنا للذكاء الاصطناعي اللي بنشوفه النهاردة في كل حتة. لازم ندي للأنجرامز حقها. صحيح هي تبان بسيطة النهاردة، لكنها كانت ثورة في وقتها.
هي الأساس اللي قامت عليه حاجات كتير بنستخدمها، زي أول فلاتر للإيميلات المزعجة وأول نسخ من محركات البحث. يعني كانت خطوة تاريخية ضرورية جدا عشان نوصل للنماذج المعقدة بتاعت النهاردة زي تشات جي بي تي. في الآخر حتى أحدث المودلز زي تشات جي بي تي بتعمل نفس المهمة الأساسية، بتتوقع الكلمة الجاية، بس الفرق ضخم. بدل ما تبص بس على الكلمتين اللي فاتوا، هي بتقدر تشوف السياق كله، الجملة كلها والفقرة اللي قبلها، وتفهم العلاقات العميقة بين الكلمات. عشان كده هي أذكى بكتير وبتقدر تتعامل مع تعقيدات اللغات زي العربي. الكلام ده كله بيفتح الباب لسؤال تاني مهم جدا، ليه علاقة بتطبيق تاني بنستخدمه كل يوم، التصحيح الإملائي. يعني إزاي الكمبيوتر لما بنكتب معلش بالغلط بيفهم إننا قاصدين نكتب معلش؟ إيه السحر اللي بيحصل هنا؟ ده بقى هيكون موضوعنا المرة الجاية.